السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله نعمل سمك مشوي في الفرن من غير تدخين ولا اي حاجة. شفتوا منظره عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عليه والله. يلا بينا نسمي الله ونخش على الطريقة بتاعتنا. انا هنا عندي سمكية، السمكية ديت كيلو ونص. هي مفتوحة، نضفتها كويس ونقعتها في مية وملح وليمون. وهبدأ ان انا اجيب السكينة بتاعتي واشرحها عشان خاطر لما تيجي تستوي واحط الدقة فيها تبقى متبلة من جوه. هي القشرة بتاعتها تخينة شوية، لما باجي اقطع، لما كنت باجي اشرحها القشرة تخينة شوية. بالشكل ده كده. هبدأ بس الم القشر اللي وقع منها، لان طبعا احنا مش شايلين القشر لان احنا هنشويها في الفرن، فلازم القشرة بتاعتها تدنا موجودة. تمام كده. هبدأ اروح اشطفها وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده بعد ما انا شطفتها وشلت القشر اللي زيادة اللي موجود فيها، هبدأ ان انا اعمل الدقة بتاعتها. نعمل الدقة بتاعتنا بقى عبارة عن توم وفلفل وخضار مشكل وطماطمايه والبهارات بتاعي بقى اللي هو ملح وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة جنزبيل صغيرة وعصير ليمونة. هبدأ اضرب الحاجات دي كلها مع بعضيها. الشكل ده كده. وهجيب السمكة بتاعتي، هبدأ ان انا احشيها بقى من البطن بتاعها، عاملاها دقة من البطن ومكان ما انا مشرحها. وهبدأ ان انا احط في الفتحات اللي انا فاتحاها، هملاها على قد ما اقدر دقة. اليمة التانية زي ما عملت في اليمة الاولانية هبدأ في اليمة التانية. تمام كده. هجيب الردة بتاعتي بقى، هبدأ ان انا احط السمكية فيها، غرق السمكية بالردة من اليمة دي ومن اليمة دي.
طبعا لما بتحطها في الفرن ولا دخانة ولا حاجة غير لما بتشويها على عين البوتاجاز. تمام كده. هجيب الصينية بتاعتي احطها فيها من غير زيت ولا اي حاجة خالص، وادخلها الفرن. هي خدت معايا في الفرن ساعة الا ربع بالظبط. تسيبيها لحد ما اللون بتاعها يبقى كده، وبعد كده تقلبها على الوش التاني تاخد لون. تمام كده. كده معايا بعد ما طلعت بعد الساعة الا ربع في الفرن، بدأت ان انا اطلعها وهي سخنة. نزلت بالدقة ديت انا زودتها نص كوباية مية ومعلقة زيت طبعا، وظبطت الملح عشان انا حاطه ميه فلازم اظبط الملح طبعا بتاعها. وعصرت كمان عصرة ليمونه معاها. فبدأت ان انا الدقة هي انزل بالميه بيها على السمكة، وهروح اقلب السمكة على الوش التاني ساقية نفس الطريقة بالدقة والمية الحلوة دي. انا مجهزة هنا الصينية بتاعت صينية الخضار، مقطعة عليها خضار عشان احط عليها السمكة بتاعتي. الشكل ده كده. هبدأ أغسل اليمة التانية الكلام ده كله، والسمكة سخنة عشان تشرب الدقة بالمية بتاعتها. تمام. وكده السمكة بتاعتنا خلصت يا حبايبي. رب الفيديو يكون عجبكم. ياريت لو عجبكم الفيديو مش تنسوني باللايك والاشتراك. باي باي يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله.